يا مساء الفل، انا ايمان ودي قناتي. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. النهارده هنعمل احلى حواوشي مصري زي بتاع الشارع بالظبط، وبمكون سري هيخليهولك نفس طعم الرغيف اللي بتشتريه ب 15 وب 20 جنيه، اللي هو الحواوشي الشعبي خالص. وبنحبه وبنشتاق له، بنبقى عايزين ناكل بس انضف واحسن من الجاهز بره. احنا هنعمله في البيت بالعيش البلدي العادي بمكونات سهله، او مكون واحد هنزوده عليه هيدينا الطعم بتاع بره بالظبط. خلاص، فهنا جبت 3 بصلات حلوين وسط كده على نص كيلو لحمه. خلاص، يعني الكميه دي احنا هنعملها نص كيلو لحمه. هنفرم البصل في الكبه دي نوعها ام جي، جميله جدا معايا ما شاء الله، يعني استخدامها حلو معايا، ليها سنه ونص. انا عندي التورنيدو برضو بستخدمها، بس اليومين دول ايه اليد بتاعت الضرب بتاعتها باظت، فهوديها الضمان تتصلح، لان هي لها 7 سنين، هي مش في الضمان، بس هوديها تتصلح عندهم افضل من ان انا اصلحها. يعني يكون عندك جهاز صلحيه في المركز بتاع الصيانه بتاعه احسن من بره، لانه يحط لك الخامات النظيفه بتاعته، مش التقليد وكده. حتى لو تشتري شفشق خلاط او كب او كده، بيبقى فيه الموقع بتاعهم بيبقى عليه الحاجات بتاعتهم، يعني زي تورنيدو مثلا. زي كل الماركات بيبقى ليها الموقع بتاعها، عليه قطع الغيار وعليه الحاجات دي بتبقى موجودة متوفرة يعني. المهم ان انا هنا جبت بقى 3 قرون فلفل اخضر رومي، مع قرنين فلفل حامي، عشان احنا بنحب الحاجه سبايسي. الساندوتش ده بيبقى حلو قوي سبايسي. غير ان انا كمان لو في قرن فلفل كمان الوان او احمر، لو ضربته معاهم كان هيعزز اللون بقى كمان زياده. فهنا كده دي الحاجات اللي انا حطيتها، فلفل وبصل. هنجيب بقى التوابل بتاعتنا ونشوف هنشتغل ازاي، ايه التوابل اللي احنا هنحطها وما تبقاش كتيره وتبوظ يعني تضيع لنا طعم الاكل. احنا عايزين نحس بطعم الوصفه نفسها، طعم المكونات بتاعتنا. فهنحط فلفل اسمر وملح وسبع بهارات، ولا اي حاجه تاني، ولا اي خلطات تاني، ولا اي حاجه، ولا بقى بواكي مش عارفه بتاع الحواوشي والكلام ده كله. لا، ما بستخدمش اي حاجه من دي. هو الثلاث مكونات دول، والمكون الرابع هتشوفوه بقى معانا يعني. آه، وغير ان احنا نحط شويه بابريكا يعني من ضمن التوابل، لكن المكون الرابع مش توابل ولا حاجه. هندعك بقى البصل لما تدعك كويس ونخدمها كويس كده في الملح، هتدينا نتيجه حلوه. هنا كده قلنا ندعك بقى البصله كويس جدا، وبعد كده انزل عليها بالفلفل اللي انا هستخدمه. انا بحب استخدم ايدي في الحاجه بس عشان الفلفل بيبقى حراق، وعشان اللحمه وكده هنقعد نفعص كتير في الحاجه، فحبيت ان يبقى فيه لفظ اكتر يعني. لكن أنا في الطبيعي ما بستخدم يعني. هتشوفوا دلوقتي هتلاقيني مش مكمله بالجلافز، بس انا في خطوات كده هتحتاج الجلافز معايا. المهم هنا كده خلطتهم بقى كويس اوي، قلبتهم كويس جدا. انا طبعا مسرعه الفيديو، بس انا خدمتهم كويس ان انا دعكتهم مع بعض كويس. جبت معلقه هريسه شطه عشان يبقى السبايسي اكتر. هريسه الشطه دي انا بعملها في البيت، بتقعد مستنى للسنه، يعني دي بتاع السنه اللي فاتت. وحطيت البابريكا المدخنه، تمام، معلقه بابريكا مدخنه. ف فهنا كده دي المكونات بتاعتنا، ادعكهم برضو عشان يتوه وسط الحاجه قبل ما نحط اللحمه. شفتوا البابريكا ادتنا سنه لون كده شويه ايه احمر. ف كده ده نص كيلو لحمه اهو. طبعا انت بتقطعي عند الجزار بتخليه يقطع لك ايه فيه ابيض شويه، يعني ما يبقاش احمر صافي. لو هي حمرا خالص بتحط لها ايه حته ليا مثلا لو عندك او كده. هنا كده بقى ده المكون اللي انا بقول لكم اساسي وبيخليها لك زي طعم بره. ده عيش بلدي. العيش البلدي ده بتجيبيه تفركيه من الرده، وبعد كده تمسكيه تقطعيه وتحطي له شويه ميه سخنين وتسيبيه على جنب. دي بتعمليها قبل ما تبداي في الخطوات بتاعتك، بتسيبيه مثلا ربع ساعه نص ساعه لحد العيش ايه ما يضطر. انا حاطه له ميه سخنه وغطيته واسيبه لحد العيش ما يضطر، ده اللي هيدينا الطعم اللي احنا عايزينه بقى. هنا كان اللحمه خلاص انا قلبتها، ابتدي بقى ايه ادعك العيش كويس عشان ما يبقاش فيه كتل، ما يبقاش فيه حتت كبيره او كده. انا عايزاه كله يبقى كانه مفروم. وندي بقى الحاجات دي كده لحد ما تعمل يعني ايه. عارفين اللحمه لما تفضلي تدعكي بيها بتاع الكفته، ده نفس النظام، هنفضل ندعك فيه لحد ما يدينا ايه السمكه اللي احنا يعني تلاقيه كله تحت في بعضه، ما فيش حاجه، ما تبقاش باين حاجه، هو كله شبه بعضه. اللي هي الخلطه بتاع الحواوشي كلها شبه بعضها. احنا مش هنستنى يعني. انا هفصل وهكمل يعني، انتوا مش في الوقت ده، لا ده انا عملته لحد ما توهته كله، وبعد كده ايه فتحت لكم الكاميرا تاني عشان تشوفوا يعني الخطوات. هنا كده كان خلاص. ابتديت بقى ان انا ايه اشيلها في التلاجة، نشيلها نص ساعة ساعة لحد ما نبتدي نعملها.
ونجهز العيش بتاعنا. طبعا العيش ده كان عندي في التلاجة في الفريزر، طلعته فك واستخدمته. طبعا لو عيش صابح هيبقى احسن بكتير. عشان بقى مظلمش حد وده يقول خدت وده يقول ما خدتش، هتكوري الكور، يا اما تعمليها في الكوبايه المعياريه عشان تبقى مقدار كله متساويه، يا اما هتعمليها زي انا ما عملت كده. انا عملتها بالميزان، فحطيت 150 جرام في كل رغيف. عملت لي كميه ما شاء الله حلوه، يعني احنا 11 رغيف تقريبا. نجيب بقى طاسه من غير فرن من غير اي حاجه، في طاسه على البوتاجاز، هنحط فيها شويه او صينيه هنحط فيها شويه زيت على دهن، او هو زيت على دهن، يعني انا حطيت زيت على دهن، ممكن زيت بس. ونبتدي نخلي النار مش عاليه ومش واطيه، وسط. ونحط العيش وندوس عليه، نضغط عليه كده زي ما بضغط عليه لحد ما ايه، نحس انه نشف كده وتحمص، بيطلع لك الرغيف مقرمش ومستوي وطعمه تحفه وحاجه نظيفه وانتي عاملاها في البيت، وضامنه ان ما فيهاش فول صويا ولا فيها اي مكونات من بره. هو رغيف عيش بلدي انتي نقعتيه وحطيتيه عليها، زودتي الكميه وفي نفس الوقت اداكي طعم الجاهز بالظبط، وانضف مليون مره، لان فول الصويا مضر جدا 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 على الولاد. فاحنا بنعمل حاجتنا في البيت، الكفته والحاجات اللي زي كده بمكونات بسيطه من غير الفول الصويا. طبعا لو انت اول مره تتابعيني ما تنسيش تعملي لي اشتراك وتفعلي زر الجرس وتعملي كومنت حلو. ده شكل الرغيف وهو طالع من على النار. هنبتدي نطلع الكميه. كان عندي بنتي واصحابها، يعني بناتي الاتنين وصاحبتهم، فعملت لهم كل واحده رغيفين مع شويه مخلل، وجميل جدا على كده. بصوا ده شكل المخلل الزيتون بتاع السنه اللي فاتت، وده كده الحواوشي بتاعنا. همسكه بقى نقطعه. طبعا همسكه بقى اقطعه. القطعه مش عندي باظت اتكسرت، بنتي كسرتها لي، فقررت ان انا استخدم ايد مخرطها، او انا اللي كسرتها والله ما فاكره. المهم ان انا هقطع الرغيف كده 4 تربع واحطه لهم عشان يعرفوا ياكلوه. طبعا احنا في الشارع بنمسك الرغيف بيبقى ملفوف في ورق زبده وبيشر كده دهون، وبنبقى بناكل فيه واحنا ماشيين في الشارع عادي. يعني انا باكل عند واحد في 26 يوليو في الوكاله، بحب السندوتشات بتاعته جدا، بيبقى نفس الشكل ونفس الطعم ده. بس اكل الشارع يعني سبحان الله، ربنا يرزقهم يعني، وربنا كاتب لهم رزقهم ان احنا نحب ان احنا ناكل من بره. بس الانضف ان احنا بنعمله في البيت. لما بنضطر بقى بره وكده بنبقى غصب عننا، يعني احنا بره جعانين وكده، فبيبقى احلى حاجه ريحتها جايبانا.